السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. عملنا فيديو امبارح لوصفات لللانش بوكس بتاع المدارس، واللي ما لحقتيش يا حبيبتي ما لحقتيش تعملي حاجة من الوصفات دي، هديكي وصفات سريعة في دقيقة أو دقيقتين هتخلصي الوصفات. حتى لو هتعمليها قبل الأطفال ما تروح، أولادك تروح المدرسة الصبح، هتلحقي تعمليها. هتعمليها دلوقتي، يلا قومي وجهزي معايا. هجيب المج أو الكوبايات اللي بنشرب فيها القهوة والشاي، هتحطيها في الميكرويف. هتحطي فيها معلقتين دقيق ومعلقة سكر ومعلقة كاكاو خام طبعا، وهتحطي معاها هنعملها من غير بيض، اللي هي كيكة الكافيهات. وهحط برضو فانيليا فيها. حطينا معلقة زيت و3 معالق مية، وهنقلب كل المقادير دي مع بعضها وهنحطها في الميكروويف. ورشة بيكنج باودر، عايزة تحطي الفانيليا حطيها، مش عايزة تحطيها ما تحطهاش لغاية ما نوصل للقوام. كيكة تكون خفيفة، بتكون مج واحد وهنحطها. وبرضو هحط فيها قطع شوكولاتة، هنشوفها هتبقى قطع شوكولاتة جواها. عايزة قطع بسكوت براحتك، ما عايزة تلغيها خالص برضو براحتك. حطيتها، خدت معايا دقيقة و10 ثواني في الميكروويف، وهنختبرها. هتكون مستوية بخلة، لكن الحاجة اللي هي في النص دي الشوكولاتة وهي سايحة فيها. حابة تحطي عليها برضو صوص شوكولاتة، حابة تحطي هرش عليها رشة سكر بودرة جميلة. قبل الأولاد ما تروح المدرسة الصبح تعملها لهم في دقيقة و10 ثواني، هتكوني خلصتيها. وتحطها لهم في اللانش بوكس، طبعا في الكبات بتاعة التخزين زي ما وريتها لك في الفيديو بتاع امبارح. كمان لو عايزة تعملي كريمة الجبنة الكاسات، الجبنة الكريمي بكذا نكهة. هنجيب الجبنة القريش، جبنة موفرة وصحية للأولاد. هتحطي جبنة القريش وهحط معاها وش اللبن، أو لو عايزة تحطي معاها علبة قشطة المعلبة، بس أنا حطيتها من وش اللبن. وهنضربها مع بعض، وهحط معاها كمان 3 مثلثات جبنة. هنطلع من كمية نص كيلو جبنة قريش دي، هنطلع منها كميات حلوة تكفيك الأسبوع كله وأكتر كمان. بس أهم حاجة نحفظها في التلاجة. حطيت ال3 مثلثات وهنضربها مع بعض، وكده اللي هي الأساس. وهناخدها وننكهها بكذا نكهة. حطيت معاها جبنة رومي، جبنة شيدر، برضو حطيت واحدة تاني، حطيت بهريسة الشطة، حطيت لو برضو بالزيتون. ناخد الأساس وناخد منه ونعمل كذا نكهة للأولاد، بحيث ان انتي كل يوم بيكون السندوتش بحاجة معينة. حاجات سهلة وبسيطة وموفرة، وهي في البيت هتوفر عليكي كتير، والتحضير بتاع كل يوم. حطيت برضو الجبنة الرومي زي ما قلنا، وحطيت جبنة شيدر، حطيت جبنة اللي هي زيتون. عايزة تحطي برضو، أولادك بيحبوا حبة البركة والزعتر برضو تبقى حلوة مع زيت زيتون، لكن أنا ما حطيتش زيت زيتون، حطيت الزيتون بس. انتي عايزة تحطي لهم زيت وزعتر مع الجبنة، حطيها بتبقى حلوة جدا على التوست، أو مع السندوتشات تحشيها فيها. وكده هنعبيها في البرطمانات. وحطيت جزء طبعا هريسة للي بيحب طبعا للهريسة، لكن لو أطفال ما فضلش للهريسة. لو عايزة تحطي الهريسة، بس حطي الهريسة الباردة زي ما عملناها قبل كده برطمانات وخزنينها. ارجعي للفيديوهات هتعرفيها. عايزة تحطي بابريكا، يعني عملت بكذا نكهة، عملتها بالطعم الكريمي، وعملتها بالهريسة، وعملتها بالزيتون، وعملتها بالجبنة الشيدر والرومي. وكده خدنا اللي هو الأسبوع كله، يمكن 10 أيام. هعمل لك كيكة كمان حلوة، كيكة التفاح، هتكون مغذية للأطفال جميلة جدا. برضه هنعملها في قوالب كب كيك. عايزة تعمليها في صينية وتقطعيها وتحطيها في اللانش بوكس، جميلة وخفيفة ومغذية. التفاح مفيد جدا للأولاد فترة الدراسة. هنشوفها مع بعض، خفيفة وهشة وقلبها أبيض زي قلوبكم البيضة. يلا ابتدي. هنجيب التفاحة وهنقشرها، أي نوع تفاح اللي انت تفضليه، أي نوع تفاح، حتى لو التفاح المصري برضو راح تنفع. هنقطعها بالطريقة دي
وهنحطها في مية وليمون بحيث ان هي ما تتأكسدش وتسود لغاية ما احنا نحضر الكيكة. برضو هبشر جزء، يعني انا عملتها بتفاحتين، عملت واحدة بشرتها وواحدة عملتها قطعتها. هنقشر اللي احنا هنبشرها. وطبعا قبل ما نشتغل في الكيكة بنكون مشغلين الفرن عشان تسخن، عشان نحط الكيكة على فرن سخنة. بشرت كده التفاحة، وهحضر كمان اللي هي الكيكة. هجيب 3 بيضات، ضربت 4 بيضات مع بعض، وبعد كده مع الفانيليا، وحطينا كوباية زبادي كبيرة وكوباية سكر وكوباية زيت، وحطيتهم مع بعض وضربتهم. وهنحط برضو نص البيكنج باودر في مع الزبادي والسكر والزيت، وهنسيبها على جنب. وضربنا كل المقادير مع بعضها. وهحط الدقيق، هنحط الدقيق من 2 لكوبايتين ونص، تبع الدقيق اللي انت بتستعملين، ان الدقيق بيختلف من ماركة لماركة. وهحط برضو معلقة نشا معاها وربع معلقة خل، وهنحط باقي البيكنج باودر. هتاخد معلقة كبيرة بيكنج باودر. هنقلبها كلها مع بعض، وهنكون دهنين صينية بالزبدة، بالزيت، بالسمنة، بالحاجة اللي انت تفضليها. هنقلبها مع بعض، وراح هحط نص العجينة فيها. وبعد كده هناخد التفاح، طبعا هنشيله من المية وهنرصه في النص. ولو حابة تحطي كمان معاها لوز او عين جمل برضه هينفع، بس انا اكتفيت بالتفاح بس، لان هي الكيكة كيكة تفاح. راح احطها واحط باقي المقادير، وهنخبطها خبطتين كده. وهنحط برضو دي لو انت عايزة تقطعيها متقطعي بعد ما تستوي، وهتحطي منها في اللانش بوكس. حطيت رصيت التفاح، الشرايح التفاح اللي احنا عملناها حطيناها كده، مبشور التفاح حطيناه في نص الكيكة، واللي الشرايح حطيناها على وش الكيكة نفسها. هنشوفها مع بعض تطلع شكل الوردة كده وجميلة. ورشيت كمان عليها رشة سكر سنترفيش، سكر الشاي العادي بتاعنا، رشيته على الوش عشان تدي كرملة جميلة للكيكة. كمان عملت في الكب كيك بحيث ان هي قوالب الكب كيك السيليكون، اي قوالب انتي بتفضليها. هرصيت فيها برضو التفاح، وهخلطت برضو شوية من مبشورين في العجينة بتاعت باقي الكيكة، وفي صفتها كده. وهنحط 3/4 القالب بحيث ترتفع نسيب مسافة عشان ارتفاع الكيكة. وبكده هنحطها. كملت برضو باقي القوالب كذا شكل عملته، شكل الوردات، شكل القلوب، ودخلناها على الفرن سخنة. قعدت 40 دقيقة، طلعت بالمنظر الجميل ده زي ما احنا شايفينها مع بعض. طبعا بنختبرها بالخلة. كلها حاجات سهلة وبسيطة، وممكن تقومي دلوقتي أول ما تسمعي الفيديو. اوعي تنسيني في اللايك، يلا ما كنتيش حطيتي لايك حطي اللايك، وقومي يلا بعد كده حضري خلصي باقي الفيديو عشان في فكرة جميلة تحضريها وتحطيها فيها. وبرضو عملت لها الصوص، لو انت عايزاه برضو ارجعي للفيديو. انا جمعت لك الوصفات اللي هتريحك وتقدري تقومي دلوقتي تعمليها. وبدل ما تشتري اللانشو هعمل لك دلوقتي الستيك بتاع الفراخ. جبت الفراخ وتبلتها ملح وفلفل وتوابل الفراخ وزعتر وبابريكا مدخنة، وهشوحها في معلقة سمنة تشويح بس مش بنقليها. هنشوحها وهنسويها على العين، مش هتاخد اي وقت، 5 دقايق هتكون استوت. طبعا انا متبلاها في التتبيلات الاسبوعية، في تتبيلات الشهر، زي ما انا بجهز تبع ما انت عايزة. دايما بكون متبلاها وحطاها بطلعها. لو انت مش متبلاها هوريك التوابل دلوقتي كمان محضراها. على طول هشوحها ونقلبها على الناحيتين تاخد. هزودها 2 معلقة مية، 3 معالق مية من معلقتين لما 3 معالق مية بالطريقة دي، وتفضل تكون سخنة تشربهم. وبعد كده هنحط تاني. اول ما تشرب المية بتاعتها هحط 2 3 مرات
هتكون استوت. هختبرها بالخلة بالشوكة بالسكينة، هتكون استوت ما بتكملش اكتر من 5 دقايق. وريتك التوابل اللي انا حطيتها، كنت متبلاها فيها. طبعا انا دايما بكون مجهزة الوجبات زي كده في الفريزر، هتكون سهلة عليكي في تجهيزات الاسبوع. هوريكي تجهيزات حلوة تنفعك ليكي انت كأم وللأولاد كمان، هتنفعك وتريحك الشهر كله، او لو عايزة تحضري بالاسبوع ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. كمان استوت وطلعناها كده، وهسيبها لازم تسيبيها تبرد خالص. اول ما تبرد عايزة مستعجلة عليها حطيها في الفريزر شوية، حوالي 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. 5 دقايق مش هتطول عن كده. 5 دقايق تسوية، 5 دقايق تبرد، وهنقطعها زي ما احنا شايفينها مع بعض. اجمل من احسن من اي حاجة من اللانشون. وانت عارفة اولادك بتاكل ايه، وهنقدمهم وتحشيهم لهم في الفينو اللي احنا عملناه في فيديو امبارح.